السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا. رجعنا للدوري ورجعنا للمتعة الكروية، والنادي الاهلي هيلعب النهاردة. النادي الاهلي هيلعب النهاردة، وما ادراك ما النادي الاهلي هيلعب النهاردة. عودة الروح للحياة الرياضية في مصر. فكرة ان الاهلي هيلعب النهاردة دي كفيلة انها تخلي فيه سعادة في الحياة، تخلي ان اليوم مختلف، ان في حاجة حلوة النهاردة طلة الملك. النهارده ضربة البداية للموسم الجديد للدوري ان شاء الله. امبارح كان في مباريات في الدوري، بس احنا بالنسبة لنا احنا كمشجعين النادي الاهلي النهارده هو البداية الرسمية للدوري. الاهلي النهارده ان شاء الله النهارده هيلعب مع مودرن سبورت على استاد القاهرة. هيكون المباراة هتكون الساعة 9 بتعليق أحمد عفيفي على أون تايم سبورت. هنشوف بقى الصفقات، وهنشوف التدعيمات، وهنشوف المدير الفني الجديد، وهنشوف الدنيا هتروح فين. وعايزين ضربة بداية قوية جدا. مودرن عامل صفقات كبيرة، والناس مش ناوية، ما عندهمش النية ان هم يسارعوا على الهبوط زي السنة اللي فاتت. فالدنيا كده ان شاء الله يعني. ودينا شفنا الجونه امبارح قدام بيراميدز عملت ايه. الجونه عملت مباراه وديه مع الزمالك، فازت عليها على الزمالك. وامبارح كانت المباراه الرسميه الاولى في الدوري، اتعادلت فيها مع بيراميدز. يعني فرق الدوري كلها عامله تدعيمات، فرق الدوري كلها داخله جاهزه. احنا الاهلي بلاعيبته بصفقاته بمدير فني جديد، بتريزيجيه بقى، بمحمد بن رمضان، باشرف بن شرقي، بجريده شرب، بحسين الشحات. كل الناس داخله مركزه ان شاء الله، وعايزين نشوف ضربه بدايه قويه تبعت رسائل لكل الناس ان احنا لا، الموسم ده غير، التدعيمات غير، الناس اللي في النادي الاهلي غير. عايزين حاجه النهارده كده يعني تبسطنا وتفرحنا وتخلينا مبسوطين اكتر ما احنا مبسوطين ببدايه الدوري. امبارح كمان كان الزمالك بيلعب في الدوري، كانت المباراه الاولى. والحاجه الغريبه ان الزمالك بيلعب سيراميكا كليوباترا، يعني الزمالك وسيراميكا كليوباترا. الزمالك فاز 2-0، السيراميكا كان احسن، الزمالك كان احسن. دي حاجه ما تهمناش وما تخصناش. لو انا شفت المباراه السيراميكا كانت احسن كتير، بس الزمالك لعب وفاز. يا سيدي مشكور، انت لعبت وفزت. الجمهور المهزأ قليل التربيه. انت طالع بتغلط في زيزو ووالد زيزو ومرات زيزو، انت بتخوضوا في اعراض الناس. اتكلمنا في الموضوع ده مره واثنين وثلاثه مليون، قلنا ده حرام، غلط وحرام. اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، بيراميدز، اي جمهور في الدنيا الخوض في اعراض اللعيبه حرام. حرام يا متخلف انت، هو يا قليل الربايه يا عديم التربيه. حرام انك تخوض في اعراض لاعب وتطلع تتكلم عن مراته، ولا تتكلم عن مرات اللاعب ليه؟ انت زمالك وسيراميكا، ايه دخل زيزو واهل زيزو ومرات زيزو وابو زيزو في الموضوع؟ وده كله يطلع واحد دماغه مربعه شبه الكره الجلد كده، دماغه مربعه او زي الكره الجلد كده، حاجه من الاثنين. يطلع يقول لك اصل احنا نسينا زيزو، احنا مش شاغلين بالنا بيه. كل ده مش شاغل بالك بيه؟ طب سؤال، انت لما تروح لربنا هتقول له اصل انا ابن التالتة شمال، ولا انا ابن التالتة يمين، ولا انا التر اسماعيلاوي، ولا انا ايه، ولا انا هتقول لي ايه على خدك في الاعراض؟ يعني ايا كان الجمهور اللي بيعمل كده. ده انت اول ماتش في الدوري، اول مباراه في الدوري، هتطلع تقول له بقى اصل انا ابن التالتة يمين، والتر الزملكاوي، وبشجع نادي الزمالك وبنزل الزمالك وكده، وبحط على زيزو. انت كده بتحط على نفسك سيئات يا ابني. يا ابني كده انت بتودي نفسك في مكان ما انت مش هتحبه. انت كده يا ابني بتشيل نفسك فوق طاقتك والله. يا ابني اسمها في الاول وفي الاخر لعبه كره قدم، لعبه ترفيهيه. بتشيل ذنوب ليه وبتخوض في اعراض الناس ليه؟ ايه الفكره؟ ما تشجع يا عم فرقتك وحفل يا عم على الفرقه التانيه، وده يقول لك لعبت وده يقول لك ما لعبتوش، وانت عملت وانتوا رحتوا واحنا جينا. انها بتوصل في حدود ما تتعداهاش. خليك طالع من بيت متربي. الراجل امبارح لابس تيشيرت اسود اللي كان في جروم الزاويه الكابو بتاع مدرجات. انت كده راضي عن نفسك؟ انت كده الواد الفشيخ اللي ما فيش منك اتنين في المجره يعني؟ انت كده الواد اللي ما فيش منك، انت كده الواد النسخه واحده منك في الدنيا. استحمل بقى يا عم، حساب ربنا، انت حر. بس احنا بنتكلم كلمتين لوجه الله. ما حدش من جمهور الكوره ينصاع ورا الكلام ده. ما حدش يطلع يخوض في اعراض لعيبه، ما حدش يطلع يشتم في لعيبه. شتمتوا عماد متعب وشتمتوا عماد متعب، لا اصل كانوا بيشتموا شيكابالا. امام عاشور اشتموا، اصل كانوا بيشتموا شيكابالا. ما اعرفش مين بيشتموا زيزو، لا اصل كانوا بيشتموا شيكابالا. طب اقول رد، عندي رد بس مش عايز يطلع.
يعني بقى عندي رد كده قليل ادب، بس مش هينفع اقوله لانه بصراحه قليل ادب. طب ليه طيب؟ بتخوضوا في اعراض لعيبه ليه؟ العب يا عم والعب كوره وحفل وبراحتك وعيش دنيتك. وسام جه وسام مشي وغيره جه وغيره مشي وزيزو جه وزيزو مشي. ما الناس كلها كاس ودير والكوره، واحنا عارفين الكوره كلها بتمشي كده. بس فكره ان انا اخوض في عرض لاعب دي حاجه ما يتسكتش عليها الصراحه. اما نشوف اتحاد الكره ورابطه الانديه ولجنه الانضباط، اما نشوف الناس دي هتصحى من الغيبوبه اللي من السنه اللي فاتت ولا لا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الناس تصحى بس من الغيبوبه، ونشوف عقوبات عشان نحط كل واحد قليل ادب ما ترباش عند حده من اي جمهور يا سيدي، عشان ما تقولش بس انت منتمي ومنحاز للنادي الاهلي فالكلام بيبقى الجمهور تاني معين. لا، ان شاء الله يا رب يكون الكلام ده بس الناس تتعظ وتعرف ان دي حرام، ده حرام، ودي لعبه في الاول وفي الاخر ترفيهيه. انا كنت اصلا طالع الفيديو النهارده عشان اتكلم عن ماتش الاهلي، وان احنا هنشوف الملك النهارده الساعه 9، وعايزين نشوف بقى صفقاتنا ومدربنا والدنيا، ونشوف ان شاء الله الموسم الكروي اللي بدا على خير وانتهى على خير. اخواتنا وحبايبنا، دي كانت اخر حاجه اللي موجوده معانا. ادعمونا بلايك وشير وكومنت لطيف عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.